خليك بعيد يا حمدي. خليك عندك يا حمدي. هو احنا هنخش على الكلب بطريقة الكلب ده تقريبا واخد شوية شغل لسه الراجل ما خلصش. مش هنلحق نيجي كده. طب هخش هدخل له. عايز يهرب طبعا، موقف صعب بالنسبة له. بس ماكس. بص يا شكل داخل عادي خالص، ما بيعملش اي حاجة ولا رافع حاجة. والكلب طبعا زي ما انتم شايفين مع انه متدرب بس حافظ مش فاهم اهو. الديكوي داخل، خش من هنا يا فارس. ارجع ورا يا استاذ اسامه. الكلب مش قادر موقف عادي جدا خالص اهو، مفيش اي جود بوي. لا خش عادي. استخبى عادي. خش ايوه. عادي مفيش مشكله. مكتبنا. موقف بالنسبه للكلب صعب جدا، وده لان الكلب ما تاسسش او ما تاهلش او ما خدش تاهيل الغريزه او الحاسه بتاعه الحراسه. احنا دايما بنقول يا جماعه في حاجه عند الكلب اسمها غرائز وحواس. اشتغل على الاتنين دول قبل ما تخلي الكلب يعض الكلب ممكن يعض انسان وحاجات، لكن المواقف الحقيقيه بتبين الكلب اللي شغال من اللي مش شغال. خش يا عمر. ده موقف حقيقي اكن واحد حرامي هيخش. بص الكلب مش قادر يقاوم، الحاسه عنده بايظه خالص. هو متعود ان يشوف درع قدامه يحاول يعضه. لو اي درع قدامه دلوقتي الكلب هيتحول، لكن مفيش درع وواحد اهو عادي بيخش بيتحداه. ايوه جود بوي. ما هو ده العلاج بقى. خش يا عمر. بس كده ما حدش يسمع. بوي. جود بوي. ايه ده يا عمر؟